السلام عليكم اعزائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على شباكية البوق او الزلابية الطويلة بطريقة ناجحة 100%. غادي نحضروها في البيت كما المحترفين. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاج 500 غرام من دقيق فورس، دقيق الحلويات الممتاز، ما يعادل 5 كيسان من كأس العنبة. عندي هنا السميده رقيقه، السميده اللي كنستعملوها في الحرشه او البسبوسه. غادي نحتاج منها ملعقتان كبيرتان. عندي ملعقه صغيره عامره ديال السكر سنيده، ملعقه صغيره عامره ديال القرفه، عندي ربع ملعقه صغيره ملح، كاس عنبه من الزيت ما يعادل 150 مليلتر، وعندي 4 الكيسان من كأس العنبة ديال الماء عادي ما يعادل 650 مليلتر. نبداو بسم الله في طريقة التحضير. غادي ناخذ السميدة، كنجيب ملعقة كبيرة وغادي ناخذ منها ملعقتان كبيرتان، ثم كنضيف القرفة والسكر سنيدة والملح ثم الزيت، وغادي نخدمهم مزيان مع بعض حتى كيتبسس ليا الدقيق والسميدة مزيان بالزيت. بعد ما كيتبسس ليا الدقيق كيف كتلاحظوا ترمل مزيان بالزيت. دابا غادي نخليه على جنب، وغادي نجيب طنجره غادي ندير فيها الماء 4 الكيسان من كأس العنبه، وغادي نديرها فوق النار حتى كيغلى ليا الماء. بعد ما كيغلى الماء كيبانوا ليا هاد الفقاعات بداو كيطلعوا. دابا كنجيب الخليط ديال الدقيق وغادي نديرو فوق الماء، وكنخلط مزيان حتى كينسجم ليا الخليط مع الماء. بعد ما كنشوف الخليط بدا كيتقال ليا صافي كنطفي عليه النار مباشره، ما نخليوش يتقل بزاف. كنحيدو من فوق النار وكنبقى كنخلط فيه باش ما تبقاش ليا شي كرات ديال الدقيق ما مخلطاش، كنخلطو مزيان. كنخلط مزيان حتى كنتاكد بان الخليط ما بقاتش فيه كويرات ديال الدقيق ما مخلطينش. بالنسبه للطريقه باش غادي نشكلوه، غادي نحتاج بوق كبير. ما غاديش نستعملوا هذا البوق اللي كيكون صغير، نستعملوا هذا البوق هذا اللي كيكون كبير. وهنا يمكن لكم تخرجوها غير بالبوق، ويمكن لكم كذلك تعمروها في الجيب وتخرجوها بجيب الحلواني. انا هنا غادي نستعمل الجيب الحلواني. غادي نعمرو بالعجين، العجينه دافيه ماشي سخونه بزاف، وما نخليوهاش حتى كتبرد وكتنشف. مباشره بعد ما كنخلطوها مزيان كنعمروها في الجيب اولا كنبداو نشكلوها بالبوق عادي. كناخذ بلاطو وغادي نبدا كنخرج في الحلوى على هذا الشكل هذا. نقدروا نديروها على حسب الطول اللي بغينا، بغيتوها قصيره ديروها قصيره، بغيتوها طويله ديروها طويله كيف ما بغيتو. غادي نستمر حتى كنخرج الحلوى اللي عندي كامله على هذا الشكل هذا، وغادي نخليها في البلاطو كتنشف. ما غاديش نغطيها، نخليها عريانه غير هنا في المطبخ. غادي نخليها مده ساعه كامله حتى كتنشف شويه وكتقبط راسها، عاد ندوزو باش نقليوها. بعد ما خليت الحلوى الزلابيه مده ساعه كامله حتى نشفات مزيان، هنا خديت الزيت ودرته فوق النار. الزيت يكون غزير، نتسناو على الزيت حتى كيسخن مزيان. وهنا عندي العسل، عسل يكون دافي. كنجيب الحلوى اللي كيف كتلاحظوا كتكون نشفات، وغادي نبدا كنحط في الزيت اللي كتكون سخونه مزيان. بعد ما كتسخن الزيت مزيان كنقصوا عليها النار، كنخليوها متوسطه ما تكونش عاليه بزاف باش ماشي بسرعه تحمر لينا وتبقى خضره من الداخل، وما تكونش ناقصه بزاف. نخليوها كطيب، ما نبقاوش كنقلبوا فيها كل مره باش ما نهرسوهاش. نخليوها في البلاصه ديالها حتى كتبان لينا تحمرات. بعد ما كطيب وكتحمر صافي غادي نهزها ونديرها مباشره في العسل اللي كيكون كذلك دافي. ما نخليوهاش بزاف في العسل، غير شويه صافي ونحيدوها لانها كتشرب العسل بزاف.
وصافي غادي نستمر حتى كنسالي الحلوى اللي عندي كامله بالقلي وبالتعسال ونشوفوها في شكلها النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال شباكيه البوق او الزلابيه الطويله بعد ما ساليتها. هنا رشيتها بشويه ديال الجنجلان، غير حبيبات، غير شويه ماشي بزاف. تقدروا ترشوها وتقدروا تخليوها. من الداخل ديالها كتكون على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا، كتكون مقرمشه من الخارج، مقرمشه مزيان، ومن الداخل ديالها كتكون معلكه ورطبه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. والى عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا ليه لايك وتشتركوا في القناه اذا كنتم غير مشتركين باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء.